نعبيو الملوخيه نتاعنا في كاس ونقلبوها هكايا على صفاي. نصفيوها هكايا اسهل، ما تبزعناش في الجناب. هوب ريتو. هذايا مقدار 130 غرام نتاعنا نتاع الملوخيه مغربله. الملوخيه نتاعنا باش نحلوها بالزيت، زيت حاكم مش زيت زيتون، على خاطر زيت زيتون قوي. نصبو ونحركو هكايا بالفويه هذيا حتى يكشي للي تتحل. نحركوها هكايا باش ما يقعدش فيها الكعابر، خاطر كان تقعد هكايا مكعبره تحركها بركه بالمغرفه راهي تقعد لك هكايا مكعبره وتجي ملقصه في الملوخيه. حطينا الماء نتاعنا يغلي مع الرند وباش نصبوا عليه الملوخيه. نصبوا ونحركوا وديما نردوا بالنا الماء ما نعبيوش برشا، خاطر ديجا باش نزيدوا معاه الملوخيه كيكه تولي تفيض لنا، خاطر هي كل ما تغلي كل ما باش تزيد تطلع، من بعد تولي تنقص الكونتيتي اللي حطيتها الكل باش تلقاوها تبخرت. نحاولوا نقعدوا نحركوا فيها هكايا في البدايه بالكدا باش يتنحى هذايا، باش يتنحى التسلبين نتاعها احنا ونقولوا زيده باش تسيب غيظها الملوخيه. كي نقعدوا نحركوها هكايا التسلبين هذايا يلزموا يتنحى هذاك غيظ الملوخيه. الماء نتاع الملوخيه بدا ينقص، دونك توا نزيدوا اللحم. نتعداو توا لتفويح اللحم. انا الملوخيه ما نفوحيش فصل الملوخيه، معناها ما نحطش الفحات والطماطم والهريسه في الماء، نحطه في اللحم. معناها اللحم نتاعنا باش نحط فيه شويه تبل وكرويه، باش نحط فيه الثوم نتاعي، شويه هريسه عربي، وشويه بالكل طماطم. ريتو قديش حطيت طماطم؟ برشا نسيت تقولك ان الملوخيه ما تجينيش بنينه وراني نعمل فيها برشا لحم والا نحط فيها الكرشه والا نورمالمون لي زانغريديون اللي حطيتهم الكل تخلي الملوخيه تجيها بنينه، اما هي ما تجيهش باهيه على خاطر تكثر لها من الطماطم. جربوا اعملوها بشويه بالكل طماطم، والله تقعد مطعم الملوخيه ظاهره. وكل الطماطم اللي حطتها معناها برشا هذيك هي اللي تطغى على مطعم الملوخيه وتخلي فما مطعم غريب، يعني يدخلك بعضك يخليك ما مش هذيك الملوخيه اللي نعرفوها. جربوا حطوا مغرفه صغيره بالكل طماطم معجونه تو تشوفوا الفرق. ونحلوهم بشويه زيت. الملح هنا زاده باش نحط شويه بالكل على خاطر الملوخيه الملح نتاعها يظهر كان في الاخر، معناها كي باش تطيب الملوخيه وقتها يظهر الملوخيه تاعك مالحه والا ماسطه، بعد نجم تزيد لها الملح، خاطر الملوخيه نتاعنا يرحيوها بالملح وما تسيب الملح نتاعها كان في الاخر. اللحم نتاعنا فوحناه باش نخليوه يشرب الفاح نتاعو يزيد يبننو، وما نحطش اللحم من الاول على خاطر اللحم يذوب، الملوخيه تقعد برشا على الغاز، ينجم اللحم نتاعك يذوب ما يقعد لك منه حتى شيء. سواء انك تحطه ومن بعد تعس عليه تقعد تعس عليه وتنحيه، والا وقت اللي تحسها الملوخيه هكيه كما نقولوا اكثر شويه من شطر، معناها مازالت نتاع الطنجره تبخر شطر الماء اقل من شطر الماء تبخر، نجم تحط اللحم نتاعك وديما تعس عليه على خاطر ينجم يطيب لك فاسيلمون ويذوب ما يقعد لك حتى شيء. وحاجه اخرى سامحوني طولت عليكم، اللحم تنجم تفوحه قبل بليله بالفاح هذايا اللي عملناه نحن تو، وتخليه في الفريجيدير يشرب اكثر فاح ويجي ابن بياسر. الملوخيه نتاعنا تغلي، كل مره نحركوها شويه، ديجا بدات تنحي في التسلبين نتاعها، وننصحكم نصيحه اخرى ما تخليوهاش تغلي بالبرشا. الملوخيه كما تعرفوا تطيب سله سله كما يقولوا بالحق.